ازيكم يا شباب، اخباركم؟ عاملين فيديو جديد وحلقه جديده. وحلقه النهارده حلقه مهمه وحماسيه جدا، مليانه باخبار كتير. طبعا الفتره الاخيره جيمس جان فجر قنبله مدويه، وهو خروج هنري كافيل من الصوره تماما في دي سي. وده كان ليه تبعات، والتبعات هي ان هيكون في مستقبل مختلف تماما عن اللي احنا كنا بنحلم بيه الفتره الاخيره في دي سي. مستقبل مغاير للصوره اللي كنا رسمينها، وهل ممكن عوده زاك سنايدر ولا لا، وكل الكلام ده اتلغى تماما. فاحنا هنتكلم النهارده عن مستقبل دي سي. فانت لو مش عامل لايك وشير وسبسكرايب، يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لان التقيل لسه جاي. ومبدئيا كده انا حابب اوجه رساله بس في البدايه، عشان يمكن الفيديو الاخير اللي نزلته لو انت ما شفتوش بالمناسبه ارجع شوفه، فيديو مهم جدا ومرتبط بشكل كبير مع الفيديو اللي انا هعمله النهارده. الفيديو اللي فات انا كنت متنرفز بصوره مش طبيعيه، وكنت زعلان جدا على مشان هنري كافيل، وده امر طبيعي وبديهي جدا. اي واحد عاقل بيحب دي سي وبيحب افلام دي سي وتربى على افلام دي سي هيكون شايف الموضوع من وجهة النظر اللي انا شفته بيها دي. ولكن بعد ما الواحد هدي شوية ابتدى يفكر في الموضوع، انا حابب بس اوجه رسالة، لان انا يعتبر بكلم ناس، والناس دول ممكن يسمعوا كلامي بطريقة تبان ان هي ايه، اوفر اكت يعني بتصرف بطريقة مبالغ فيها. عايز اوجه ليكم رسالة مهمة جدا، ان انا مش هدي رأيي في حاجة لسه ما شفناهاش. يعني زي عالم جيمس جان، ممكن العالم ده ينجح، الله اعلم، ممكن يطلع بطريقة كويسة. فانا مش عايز ادي ردة فعل مبالغ فيها في حاجة احنا لسه ما شفناهاش. الراجل لسه بيبتدي. صفحة هنري كيفل وزاك سنايدر والعالم ده كله هنقفلها لدلوقتي لغاية اما نشوف هو هيقول ايه. لان لو انا هشتغل بالطريقة المبالغ فيها دي هيبقى الموضوع باخي جدا، ومش هنعرف حتى نتكلم في اخبار دي سي. دي سي فيها شخصيات كتير جدا، وشخصيات لازم تحترم في المقام الاول. والشخصيات دي انا بحبها، وانتوا اكيد كلكم بتحبوها اكتر من اي ممثل واكتر من اي مخرج. ولكن حب الشخصيات دي جه برضو من المخرجين والممثلين دول اللي ابدعوا واشتغلوا باحترام فيها. فانا لو للحظه حسيت ان جيمس جان في الخطه اللي جايه مش هيقدم الموضوع بالطريقه دي، اقول لكم ساعتها ان الموضوع ده بايظ وما ينفعش تماما. ولكن ما دام ما حصلش حاجه زي كده، فاحنا هنستنى وهنشوف الكاست الاول. وعلى حد علمي كده طلع كلام ان هو هيقول آه بعض المشاريع القليله اللي هيتم العمل عليها في الشهر واحد اللي جاي. فاحنا هنستنى ونشوف، وبعد كده نقول راينا. وانا مش هبالغ لحد اللحظه دي. فدي رساله حبيت انوع عنها، وبعد كده نخش في الاخبار واحده واحده. مبدئيا كده، واول خبر هنحب نسخن بيه معاكم، وهو ان في احتماليه كبيره نشوف ديستروك في عالم دي سي الجاي ويكون ليه دور رئيسي. وده جه نتيجة لرد جيمس جان على أحد المتابعين ليه على تويتر، اللي سأله قال له هل ديستروك هيكون موجود في العالم اللي انت بتخطط ليه؟ وقال له احتمال كبير. روح للخبر اللي بعد كده، وهو تصريح ذا روك. ذا روك طلع بتصريح مهم جدا بيحدد مصيره ومستقبله في دي سي. وطلع وقال ان هو قعد مع جيمس جان جلسة مطولة كده واتكلموا فيها عن مستقبله في دي سي. وجيمس جان قال له بصراحة ان انت مش هتكون موجود معانا الفترة اللي جاية، او على الاقل للمرحلة الاولى اللي جاية. وهنا ده بمثابة اعلان رسمي من ذا روك ان هو مش هيكون موجود في دي سي الفترة اللي جاية. ومن الممكن كمان ان احنا ما نشوفوش خالص بعد كده، الا لو هو جيمس جان اقنعه بان هو هيكون مركون الفترة دي حبة لغاية ما يظهر مكان ليه في القصة بتاعته، ولكن مش في الفترة الحالية. مثلا بعد 3-4 سنين، 5 سنين مثلا، وبعد كده يظهر. وهنا ده هيكون عكس موقف هنري كيفل. هنري كيفل بعدوه رسميا بشكل نهائي، على العكس هنري على العكس ذا روك موجود ولكن مركون على جنب كده شوية. فمش عارف هل دي حاجة منطقية ولا لأ، ولكن انا بشوف ان الموضوع ده هيتلغي تماما. ذا روك وبلاك ادم الفرنشايز دي هتتقفل دلوقتي، ممكن يجيبوا ممثل تاني، والكاست بالكامل ممكن يتعمل له ريبوت. هنروح بقى لأهم خبر وأهم تصريح قاله جيمس جان وهو على تويتر. صرح وقال لما واحد سأله هل هيكون في عوالم مختلفة في دي سي ممكن تظهر في العالم الكبير اللي انت بتعمله، ورد جيمس جان ان دي حاجة موجودة بالفعل واحنا بنخطط ليها. وده بيفتح الباب بقى العديد من التساؤلات وحاجات مهمة كتير جدا. ممكن انت لو بتسمعها كده لأول وهلة
تقول عادي مفيهاش مشكلة، ممكن يعمل مالتيفيرس، واكيد كده كده في مرحلة ما هنخش في المالتيفيرس، ولكن الموضوع مهم جدا. ونرجع مع بعض شوية كده، وقت اعلان هنري كافيل على انستجرام ان هو هيسيب دور سوبرمان، ظهر كده كومنت لطيف من زاكري ليفي الممثل بتاع شازام، وقال له انا هشوفك ولكن في يونيفرس تاني او في كون تاني. خدت الكومنت ده من هنا على حبة كده استنتاجات مني ونظريات كده، يعني ممكن تسيب ممكن تخيب، ولكن حبيت اشاركها معاكم لانها مهمة جدا. وهنا هنخش لحاجة هي اساس الحلقة بتاعت النهاردة، وهو النظرية اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، وهو ان جيمس جان هيبتدي عالم من الصفر، عالم جديد تماما، عالم بابطال لسه شبان بيجربوا بيبدأوا حياتهم في اعمال البطولة. العالم ده هيبتدي يتطور معانا واحدة 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 لغاية ما نوصل لكرايسيس مهمة وكبيرة. الكرايسيس دي الأبطال اللي يافعين بتوعنا أو اللي لسه صغيرين ولسه بيبتدوا هيكون من الصعب جدا إن هم يواجهوها لوحدهم، وبعد فترة هيدخلوا في كرايسيس أكبر بكتير، والكرايسيس دي هيحتاجوا فيها أبطال من أكوان مختلفة. وهنا بقى ممكن نشوف بقى دخول عظيم جدا للأبطال القدامى والآلهة بالنسبة لهم، اللي هم محنكين بصورة مش طبيعية ويقدروا يخلصوا مواقف زي دي بعد ما واجهوا أشرار كتير جدا زي ستيبن وولف مثلا. لو بنتكلم على عالم زاك سنايدر ممكن نشوف بلاك آدم بيرجع تاني وواجهوا سباك، ممكن نشوف أبطال من مختلف أكوان دي سي. النظرية دي حبيت أشاركها معاكم لأن أنا شايفها مهمة جدا ومفصلية ممكن تنفعنا بشكل مش طبيعي، وعشان كده حبيت أشاركها معاكم عشان نعرف مع بعض مدى احتمالية حدوث النظرية دي. وفي النهاية ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش ان التقيل لسه جاي، نظرية مهمة جدا حبيت اشاركها زي ما قلت معاكم، لان احتمالية وجودها هتكون مثيرة جدا للاهتمام، وهتكون زي مثابة مكافأة للكل ريبوت. وفي نفس الوقت مستقبلا هنشوف الابطال اللي احنا حبيناهم بيساعدوا الابطال الجداد اللي احنا بنتعلق بيهم، وده هيساهم في ان العالم الجديد ده يبقى احلى واحلى. فما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش ان التقيل لسه جاي.